هسقط، الظروف هتفضل ملطشة معايا، ما افتكرش إن هعرف أتوب. على فكرة عمره ما هيتقدم لي. ما هو طبيعي إنك تسقط، وطبيعي برضه إن الظروف تفضل ملطشة معاك، واحتمال كبير ما تتوبش، واحتمال أكبر إنه ما يتقدم لكيش. أنا بتكلم بجد، طالما حكمت على نفسك وقدمت البلاء قبل وقوعه يبقى هيحصل. تصدق بالله، أنا أعرف واحد مراته كانت كل ما تيجي تصحيه من النوم يعمل نفسه ميت، وبعد شوية يضحك وهي تقعد تعيط، مرة في التانية في التالتة لحد لما جت تصحيه بجد ولقيته مات. النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح يزور واحد من الصحابة وكان مريض، فالنبي طبطب على كتفه وقال له: طهور إن شاء الله، اجمد كده، شدة وتزول وإن شاء الله هتفوق وتقوم زي الحصان. رد الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بل هي حمة تفور فتلقيني في القبر يا رسول الله، ما بين لهاش شفا، أنا هموت في رقدتي دي. بدل ما كان يرد على كلام النبي ويقول أمين، اتشائم وفول على نفسه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له: فنعم، إذن زي ما انت توقعت هيحصل. وفعلا ما عداش كام يوم ومات الصحابي. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: البلاء معلق بالنطق به، البلوى متعلقة في السماء، وأول لما تتشائم وتقول أنا هسقط ولا هفلس تلاقيها نزلت على دماغك وحصلت. وعشان كده الحكمة بتقول: تفاءلوا بالخير تجدوه. زي ما أنت بتتوقع الشر ويحصل، لو توقعت الخير برضه هيحصل لك. تعرف أنور وجدي ممثل؟ أنور وجدي قبل ما يبقى أنور وجدي ومشهور ومعاه فلوس ما كانش حيلته اللضا. عمه كان ورث أبوه، عمه عايش في قصر وأنور وجدي كان بيشتهي العيش الحاف، بس عمه كان عنده السرطان ومريض، فكان انور وجدي ياخد اصحابه ويفرجهم على القصر بتاع عمه، ولما يكذبوه ويقولوا له ان ده مش عمك كان يطلع لهم البطاقه ويثبت لهم بتشابه الاسماء. فاصحابه يقولوا له: طيب يا سيدي احمد ربنا، هو عنده السرطان انما انت واقف وشادد طولك وحيلك. ساعتها يرد عليهم ويقول: وايه يعني لما يجي لي السرطان؟ طيب يا رب يبقى عندي مليون جنيه ويجي لي السرطان. تمر الايام وتعدي السنين ويبقى انور وجدي هو انور وجدي الممثل المشهور، ويضارب في البورصه في اسهم القطن، والفلوس تكتر عند انور وجدي. بس الغريب انه يتعب ويسافر بره علشان يتعالج، ويشخصوا حالته انه عنده السرطان، بس في نفس الوقت صديقه ومدير اعماله يبعت له رساله يبشره فيها ويقول له: مبروك يا وجدي، حسابك في البنك وصل لمليون جنيه. بس للاسف انور وجدي قبل ما يقرا الجواب كان مات. انا عارف اني تقلت عليك، بس شوف وخليني اقول لك، لو جبت ازازه حاجه ساقعه وفتحتها بالراحه وصبتها بهدوء هتلاقي الصودا بتاعتها ما بتفرش، بس لو جبت نفس الازازه ورجيتها جامد قبل ما تفتحها وجيت تصبها هتلاقي الصودا بتاعتها فارت وبهدلتك. ما تربش مشاكلك، ما تفورهاش، تقبل القدر بهدوء ويقين انه هيتحول لخير، وهتلاقي دنيتك اتحسنت للاحسن باذن الله. واتمنى زي ما انت عاوز بس من غير بلاوي في امنيتك. يا رب انجح حتى ولو هشيل ماده، يا رب يتقدم لي حتى ولو مش هيجيب لي شبكة. خلي عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وانت قول ربنا هيوفقني وينجحني ويحقق مرادي، وساعتها ده هيحصل. وده لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنا عند ظن عبدي بي، لو ظنك خير أكيد هيكون، ولو شر برضه هيكون. وده لأن كل متوقع آت. فكفاية تشاؤم لحد كده بالله عليك. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.